المستشار مرتضى منصور طلع قال ان الفيفا استلمت النهارده شكوى شكوى. فعلا النهارده استلمتها النهارده. النهارده خرج المستشار مرتضى منصور واعلن ان الفيفا استلمت الشكوى او شكاوى نادي الزمالك النهارده وكمان بعتتها للجان بتاعتها لبحثها. يعني هنشوف الايام الجايه هتحمل ايه. يعني الفيفا فتح مخصوص النهارده للزمالك. ايه فتح مخصوص؟ النهارده اجازه. ليه؟ الفيفا اجازه سبت وحد. يمكن مش النهارده. يا عم الراجل بيقول لك استلمها النهارده. وفي واحد اعلامي زملكاوي بيقول لك الفيفا استلمها النهارده وكان البث عامل بث مباشر بيقول لك النهارده الناس بتقول النهارده ايه؟ قال لك النهارده الحد والفيفا اجازه سبت وحد. لا فتح زي اتحاد الكوره كده. يبقى الفيفا فتح مخصوص. ما اتحاد الكوره بيفتح في اي وقت، ما بيفتح الفجر وبيفتح يعني الاتحاد الدولي برضه بيفتح. الاتحاد الدولي يفتح يوم الاجازه عشان خاطر شكوى الزمالك. عادي. ايه نادي الزمالك اي عمرو بلاش عمرو والنبي استهلاك يعني. لا انا ما اقدرش يعني انا كعمرو ما اقدرش اجزم الوضع ايه بالظبط لان انا ما اعرفش. يعني قعدت اتابع الزمالك. طب هل الشكوى دي بقى بس يوم الجمعه واستلموها الجمعه؟ لو جمعه ماشي، في ما بيقولش يوم الجمعه. طب ما يمكن الجمعه انا ما اعرفش. لا ده هم بيقول لك النهارده حتى لازم تسالوا النهارده الحد فانا بسال يا اخوانا هو الفيفا بيفتح سبت وحد؟ يقولوا لا والله الفيفا. مين اللي قال النهارده الحد؟ مين اللي قال؟ الاعلام اللي هو الزمالك بيديله ملف. مين قال الفيفا؟ مفيش اعلاميه الزمالك مديها ملف. مين قال لما رئيس النادي بيقول لك بتقولوا ده رئيس النادي بيقول لك معتز الشامي هو اللي معتز الشامي اعلامي محترم جدا. يا سيدي هو راجل فاهم كويس جدا عنده علاقات. ماشي بتساله انتوا بعتوا شكوى امتى؟ ايه اللي مزعلكم؟ مش مزعلنا بس يعني معقوله بيزعلكم بتعيطوا يعني الفيفا فتح مخصوص يوم الاجازه عشان يستلم شكوى يا راجل بقى عيب. طب ما اتحاد الكوره بيفتح مخصوص في الفجر. ماشي اتحاد الكوره يفتح ماشي ما بيفتح الجمعه والسبت لحد ما يقعد عبد الله السعيد يوم الجمعه مفيش مشكله. طب ما عيد اسمه ايه ده يوم بعد ما خلص القيام بس بجد عادي جدا. يعني الاتحاد الدولي يا عم معتز والله العظيم يا حاج معتز الاتحاد الدولي اسمه الاستاذ معتز والله العظيم الفيفا بياخد نص يوم السبت ويوم الاحد اجازه يا استاذ معتز. ما تضحكش على الناس بس. انت ايش عرفك ان ما اتعملش السبت؟ هو الناس بيسالوا امتى؟ النهارده الفيفا استلم امتى؟ يمكن الفيديو ده امبارح حصل. يا عم النهارده يا عم ده كان الوقت موجود يا عم. انتوا بس عايزين تطلعوا القطط الفاطسه وخلاص. الراجل بيجتهد لكن مش هو اللي ماسك الملف على فكره. سهل يا رب. مش هو اللي ماسك الملف عشان تبقى عارف. بس انت دخلته ان هو اللي ماسك الملف وهو اللي هو الراجل. والله رئيس النادي بيقول مش احنا اللي بنقول. لا رئيس النادي ما قالش كده خالص. والله رئيس الملف قال لكن مش عارف الملف عنده محامي دولي قال كده. هتقعدوا تدخلونا في متاهاتكم. لا ارحمونا بقى. انت على فكره صح يوم الخميس كان في حفله والناس كلها كانت بتستنى عليك. حفله مقر النادي الاهلي. والله الناس كلها كانت بتستنى عليك. طب عايز ايه؟ الفرع الرابع. اعمل ايه؟ قال لك فين الراجل بتاع المركز الرابع يجي يفتح يحضر افتتاح. قول لهم بعتنا بتاع المركز الثالث. ما هو المركز الثالث برضه حقه. بس المركز الثالث وصل للنهائي. بس شفت عمرو كميه النجوم بتاعت النادي الاهلي راحوا. طبعا يعني شيء كويس ان بس فين مجدي عبد الغني صحيح؟ ايه؟ ما حضرش مجدي عبد الغني الكل يعني. انت فين مجدي عبد الغني؟ بسالك فين مجدي عبد الغني؟ انا بعرف كابتن مجدي عبد الغني صاحب هدف كاس العالم يا عم. كابتن النادي الاهلي التاريخي. الراجل ده راجل محترم وكابتن محترم وصديق وانا بحبه جدا كابتن مجدي عبد الغني. فينه؟ يعني طب ما تقول ان ضرب راح وابراهيم حسن راح. انت جايب هديه. ما انا بسال على كابتن مجدي عبد الغني. لا يا زي دعوه راحته متاخر. بس انا بسال بقول ان في انديه بتعمل مناشده للرموز عشان تيجي احتفالات وبتاع وكده. تيجي بقى تحضر وتعمل دعم النادي. بيروحوا 3. النادي الاهلي راحوا 300 مش 3 يعني. وراحوا ناس من كل مختلف العصور. مش فاهم يعني ايه؟ يعني في انديه بتعمل دعم لرموزها عشان تيجي تقف جنب النادي وتدعم النادي بازمته. بيجوا 3 يقعدوا على المنصه. مين اللي بيجي 3؟ فين ده؟ مين انت بتقول اي حاجه وخلاص. اي كلام بتتكلم عن مين؟ انت فين مصطفى يونس؟ يا عم فين كباتن النادي الاهلي؟ يا راجل ده انا ما كنتش عارف اعد الناس اللي حضروا من كل ايه تعدهم ايه؟ احنا بنتكلم على كباتن النادي الاهلي البارزين في تاريخ النادي الاهلي. اقول لك مين البارزين اللي جم؟ مصطفى يونس كابتن بارز النادي الاهلي. كابتن تاريخي مصطفى يونس. مجدي عبد الغني كابتن تاريخي في النادي الاهلي. النادي الاهلي واخد منهم موقف من الكابتن مصطفى يونس. ياخد ليه موقف منهم؟ واخد منهم موقف. راجل بيهاجم اداره النادي على طول. طبيعي جدا ما يوصلوش دعوه. ويعني انتوا اللي هاجمكم ما يجيش. على الاقل. طب استنى
ده جول. النادي الاهلي يا جماعه يا عادي عمرو يعني. انت لو تذكر اسمها اللي جت ما انزل الله بها من سلطان من كل ما انزل الله من سلطان ليه؟ ايوه الناس يا ابني كلها الجمهور، محترمه. ايوه يعني الناس كبيره جدا جت ناس يعني. محترمه انا بقول لك وناس- بس ازاي يعني يكون مثلا ليه لما النادي الاهلي يعمل حفله يجي مثلا 300 400 من نجوم والكبار، وفي ناس انديه ثانيه بقروش 3 ما في، انت مالك انت؟ يعني مش انت بتتكلم عن النادي الاهلي يا عم. داخل ليه في الانديه الثانيه؟ انا بتكلم عن بتستفزنا ليه وتدخلنا في قصه ثانيه؟ في نادي مالك ومال الانديه الثانيه؟ مركز شباب بحطيط كان عامل مناشده للجماهير والمزن بس ما راحوش عشان بصراحه الدرجه الثانيه. يا عقده من النادي الزمالك. يا عم انا جبت اسم الزمالك مالكم خالص. ومالنا بتجيبوا سيرتنا ليه؟ احنا جبنا سيرتكم. انتوا فتحتوا فرع رابع، اهلا بيكم، مبروك. ما هو الناس كلها كانوا بيقولوا لي فين بتاع صاحب المركز الرابع، ما انت اللي جبت لي مع صاحب المركز الثالث اللي فتح الفرع الرابع 3 في 4 بقى. مش عايزين ندور على الناس يا عمرو. شفت مراهنات